طبعا الواحد شاف اللي حصل في المتحف وعايز اقول حاجة، بس هو الدعوة مش استعراض. الدعوة سلوك يخلي اللي حواليك يحترمك ويسأل عن دينك بإرادته. لكن السؤال الأهم هو انت ليه راح تعمل دعوة في المتحف؟ ده مكان للثقافة والتاريخ، مش مكان ضغط على الناس. والقرآن أعز وأكرم من إنه يستخدم الاستخدام ده. إنك تطلع لايف تقرأ القرآن بصوت عالي، الكومنتات كلها عندك أصنامهم أصنامهم. لا، لو أنت مش تحترم التاريخ بلدك اللي العالم كله بيحترمه، لازم تحترمه غصب عنك، ولازم تتعلمه وتعلمه للأجيال اللي جاية وتعلمه للعالم كله. لازم تعرف إن هم أول ناس أتقنوا الهندسة، أتقنوا الطب، أتقنوا الفلك، أتقنوا كل حاجات اللي العالم كله اكتشفها بعدين. بناء الأهرامات، كل حاجة. أول ناس شرحوا جسم الإنسان عن طريق التحنيط، عرفوا أماكن الأعضاء ووظائفها. أول ناس قدروا يحددوا مواعيد فيضان النيل. عملوا التقويم الشمسي المكون من 365 يوم زي اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. استخدموا الزيوت والأعشاب للعلاج والتطهير. اكتشفوا في المومياوات كسور في الدراع وفي الرجلين ملتئمة، معنى كده إن كان هناك دكاترة وتم تثبيت الكسور دي يا إما بأخشاب أو كتان. أول طرف صناعي موجود في موميا ابنة أحد كهنة مصر القديمة، صباعها اتقطع، تم تركيب لها طرف صناعي من الخشب والجلد. كل ده مش مدرك عظمة التاريخ ده كله والعلوم دي كلها ازاي. فلازم تاني وتالت ورابع تقدروا قيمة الحاجات دي، لأن لسه الناس بتقول أصنام ومش أصنام. يا حبايبي، هي مش عبادة وإنك تروح تقف في وسط المتحف تقول آيات عن سيدنا موسى وفرعون على أساس إن على أساس إن رمسيس التاني هو فرعون. عايز توصل إيه؟ إن كل اللي بيحصل ده شرك بالله؟ مش قادر تستوعب إن الناس دي بتدرس تاريخ اللي عملوه من كل حاجة، من فنون، من بناء، من طب، من هندسة. مش قادر تستوعب كده خالص. الفكر ده في وسطنا يخوف. طالما الناس لسه بتفكر التفكير ده، الموضوع ده يقلق، لأن الموضوع ده بيكبر عن كده، بيكبر أكتر من كده. فالواحد مش مستوعب إن لسه اتعلمتوا إيه في المدارس، اتعلمتوا إيه في الجامعات عشان خاطر توصل للمرحلة دي. كان في صحابي اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص، كان بيختم القرآن كل يوم، سواء رمضان او غير رمضان. سيدنا محمد عرف عن الموضوع ده فقابله، قال له بلغني ان انت بتختم القرآن كل يوم. فقال له حصل يا رسول الله. فسيدنا محمد قال له اختمه مرة كل شهر. قال له ان استطيع افضل من ذلك يا رسول الله. قال له اختمه مرتين في الشهر. قال له استطيع افضل من ذلك يا رسول الله. قال له اختمه مرة كل 7 ايام. قال له استطيع افضل من ذلك يا رسول الله. سيدنا محمد قال له اختمه مرة في 3 ايام، ولكن لن تتفقهوا. يعني ايه لن تتفقهوا؟ يعني كأنك بتقرا جورنال. الغرض الأساسي من القرآن أنت مش هتبقى مستفاد منه، هي مش قراية، إنك تتدبر القرآن وتعرف رسايله وحكمه. القرآن ذاكر كل حاجة في الحياة وفي الدنيا وفي الآخرة. لازم تعيش القرآن وتتدبره. فسيدنا محمد قال له مش هتتفقهوا. فهنا القصة عندنا في الدين الإسلامي، كل حاجة عندنا ليها علاقة بالنوايا، إنها تكون خالصة لوجه الله. الصلاة مش ما تصليش عشان خاطر يقولوا بص ده ما بيسيبش المسجد. ما تتصدقش عشان يقولوا بص ده عمال يوزع فلوس. ده عندنا بيقول لك ايدك الشمال ما تعرفش ما تتصدق بايدك اليمين، مش الناس، ايدك الشمال. ما تروحش تحج عشان تاخد لقب الحج. كل حاجة عندنا مرتبطة بالنوايا، باللي انت تعملها خالصا لوجه الله. في حاجة بتقول وقرآن الفجر كان مشهودا. تقرا بالليل بعد الفجر قرآن. دي حاجة بينك وبين ربنا. عمرنا ما شفنا لايفات، عمرنا ما شفنا حاجة بتقول له يا جماعة بتقرا بتروح المترو وتقرا بصوت عالي. ايه الهدف؟ انا مش فاهمه الهدف ايه هو. اللي جنبك حواليك ناس رايح معاك الشغل او راجع من الشغل، اللي فتح المصحف من موبايله، اللي فتح اللي معاه مصحف صغير بيقرا بصوت واطي، عايز يتدبر القرآن، عايز يقرا الجزء اللي هو بيقراه كل يوم لنفسه.
مش جايب شباب بيمسكوا التليفونات ولايفات وبيصوروا. لحد النهارده انا مش عارف ايه الهدف. فلوس؟ هل استخدامك للقرآن فلوس؟ تنزل خان الخليلي وتكتب تعليق كده قايل الناس مستغرباني ان انا ماشي بقرا قرآن بصوت عالي، اصل هم اتعودوا على الاغاني. لا، كل اللي انت معدي حواليهم دول في المحلات كل واحد فيهم بيقرا قرآن، بس بيروح يقرا قرآن سواء بالليل، سواء الفجر، سواء يوم الجمعة قبل الصلاة. انت اللي بس مغيب مش عارف زارع مين زارع كل الكلام ده في عقولكم. انا ما عنديش معلومة، مش عارف. تاني وتالت مدارس ايه وجامعات ايه اللي وصلت للناس للفكر ده؟ تاني، القرآن أعز وأكرم من إنه يتم الاستخدام ده، إن أنا من خلاله أجيب فلوس. يا أخي القرآن عظيم جدا، خليك إمام مسجد تبقى أعظم من الدنيا كلها. اعمل حاجة على السوشيال ميديا بس تحفيظا، ما تنزلش أماكن بطريقة غريبة جدا الناس مش مستوعبة أنت بتعمل كده ليه. يعني إيه القرآن بصوت عالي؟ وكمان إن أنت ما قريتش القرآن في متحف بصوت عالي وخلاص، أنت استخدمت آيات ليها علاقة بفرعون، سيدنا موسى فرعون من الفراعنة، عايز توصل إيه؟ ما هي برضه الواحد مش قادر يستوعب عايز توصل ايه. فالفكر الحاجات دي الواحد يخوف الواحد. تاني وتالت ورابع احنا بنفتخر بالتاريخ. الناس دي علمت العالم كله. الناس دي عايز تسأل. لحد النهاردة بتوع الليزر بيقول لك التماثيل دي اتعملت ازاي في عدم استخدام الليزر. حتى وجود الليزر احنا مش هنقدر نطلع قناع مثلا زي توت عنخ آمون بالدقة دي. المسلات اللي كانت مره واحده سالوا بتوع الرخام قالوا لهم نقدر نعمل مسلات زي دي، قالوا لهم اه بس هنعملها على قطع عمرنا ما نقدر نطلعها مسله كامله بالطول ده. كل ده ملوش ان انت تسال الناس دي عملت ايه، الناس دي ابدعت ازاي، استخدموا ايه. تاريخ هيفضل طول عمره يتعلم، وانت قبل من المصريين والله العظيم. العالم كله بيجي يسمع، بيجي يسمع الشرح، بيجي عايز يشوف الكلام ده كله. الله اكبر الله اعظم. فلازم التغيير ده، التفكير ده يتغير لانه تفكير مرعب. روح اعمل شاي عشان اتخنقت.